يعني إيه تحرش جنسي الأطفال؟ ده نوع من أنواع الاستغلال الجنسي، سواء الاستغلال ده جاي من شخص كبير أو شخص أو طفل يعني قريب من سن الطفل، سواء أقوى منه كمان أو أكبر منه سنا من غير رغبة الطفل، أو كمان بيحاول يستخدم أساليب مش كويسة علشان يخلي الطفل عنده نفس الرغبة علشان هو يشبع رغبته الجنسية. المتحرش بيستخدم أساليب كتيرة جدا، سواء الترغيب إن هو يقعد يخلي الطفل يعني يديله هدايا وألعاب ويخليه يقول له مثلا شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك، او يخوفه. عارفين بيخوفه ازاي؟ بيقول له مثلا انا ممكن اموت ماما او اموت بابا، او يخوفه ان هو يعمل فيه هو نفسه الطفل حاجه. يعني هو المتحرش بيستخدم كذا اسلوب علشان خاطر يخلي الطفل يوافق ان هو يعمل معاه اي حاجه، سواء ده عمله بارادته او من غير ارادته. مين بقى هو المتحرش؟ عشان احنا عندنا لبس في الحته دي. في احصائيات بتقول ان 40% من اللي بيعتدوا على الاطفال هم من الناس القريبين. ودي طبعا اوقات بتخوف بعض الامهات. انا مش عايزه اخوفكم، بس انا عايزه بس الفت نظركم علشان يكون عندنا حذر مش رعب. مش عايزاكم تتنقلوا بعد الحلقه دي لمرحله الرعب خالص، احنا عايزين نروح لمرحله الحذر فقط لا غير. لان احنا اوقات بندور على المتحرشين اللي هم من بره، وده طبعا ده مهم ان انا نقول مثلا احمي ابني من الناس الغريبه، وده مهم. لكن لما الاحصائيات تقول ان 40% من المتحرشين هم من الناس القريبين، يبقى احنا لازم ناخد بالنا. مين هم؟ زي مين؟ زي العم والخال والجد. و50% من اللي بيعتدوا على الأطفال هم برضو أشخاص معروفين للعيلة، زي البواب لو في شغال أو شغال في البيت، لأن في طبعا ستات برضو متحرشات، زي الأصدقاء، زي اللي ناس داخلة وطالعة علينا في البيت. يعني تخيلين بقى إن 10% بس من اللي بيعتدوا على الأطفال جنسياً هم ناس مش معروفين للبيت، اللي احنا أصلاً عاملين عليهم التركيز الأكبر، أو بره أو في المدرسة، أو مثلا ناس بنقابلهم في الشارع، أو ناس يعني احنا مش عارفينهم ولا شفناهم قبل كده، أو بنشوفهم أوقات قليلة جدا. ودول اللي هم ممكن يعتدوا على الطفل، يعني ربنا يحمي كل ولادنا، عن طريق التهديد أو عن طريق الضرب. علشان كده مهم ناخد بالنا ان احنا دايما نبقى بنحمي ولادنا، ودايما نبقى عنا عليهم. بس زي ما قلت لكم، عايزين بس ناخد بالنا ونحمي عيالنا من كل حاجة، بس من غير ما نبقى مرعوبين. وعندنا اصلا انا بشوف امهات كتير قوي بيبقوا عيني من كتر اللي سمعوه مرعوبين جدا. لا، احنا عايزين نبقى بس واخدين بالنا، حذرين، ما نسيبش ولادنا في اي مكان، نبقى عنا عليهم. ده افيد 100 مرة من ان احنا نقعد مرعوبين وخايفين طول الوقت. الهدف من الحلقة دي مش التخويف، لكن الهدف من الحلقة دي التوعية، ونكون دايما حذرين واخدين بالنا على ولادنا علشان نحميهم أكتر بدل ما يحصل أي مشكلة.